يقول الشيخ أحسن الله إليكم، ابتلينا في هذه الأيام بأزمة أخلاق عند بعض الشباب الصالحين، وعلى سبيل المثال عدم حسن الظن بأخيه المسلم، عدم قبول الحق إذا أخطأ، النفرة والتفرق بمجرد أي خلاف، بل تجد أنه يطعن ويلمز في هذا وهذا من علماء وصالحين وأخيار. فما توجيهكم فضيلة الشيخ؟ أولا نقول أنها إن شاء الله ليست بظاهرة، بل إذا وجد شيء من هذا فهي هفوات، ومع ذلك ينبغي للواحد أن يحسن الظن بإخوانه ما أمكنه ذلك، وإذا لم يعرف منكرا لا يصح السكوت عنه فليحمل أخاه على أحسن المحامل، وإذا قيل له قول مشين فلا يبني على هذا القول تصحيح ذلك، وإنما يتوقع ويتبين. الكلام لا يرد ردا نهائيا، لكن لا يعتبر أمرا مقبولا محتما. ثم من أسوأ الأمور أن يكون واحد حريصا على تنقص أمثاله، ينصحهم برفق، إذا بلغه أن فلانا أو فلانا لهم هفوات وتأكدوا منها استشار بعض زملائه وتحادثوا معهم ليتم الاتفاق ويلتئم الصدع وتجتمع الكلمة. والله حثنا على أن تكون كلمتنا مجتمعة وأن نتعاون على البر والتقوى. نعم.